انت عارف انا قدمت ايه للشخص ده؟ انا قدمت له كل حاجة، وفي الاخر طلع ما يستاهلش. غلط انك تقول كده. تعال اقولك ليه. لو انت قدمت لشخص حاجات كتير وبعدها اكتشفت ان هو ما يستاهلش، ما تندمش على الحاجات اللي انت قدمتها. وشوف الفيديو ده. لما تقدم لشخص حاجة وبعدين تكتشف ان الشخص ده مش كويس او ما يستاهلش، فتأكد ان كل الحاجات اللي انت قدمتها له، اذا كانت طاقة خرجت منك، فلوس، مجهود، حب، اهتمام، مساعدات، كل الحاجات اللي خرجت دي اصبحت كلها في الهوا، اصبحت مش بتاعتك. ازاي يعني مش بتاعتي؟ ما هي خرجت مني انا ولازم اهتم ان انا اخرجها للشخص المناسب. لا، طالما في حاجة خرجت منك يبقى هي اصبحت مش بتاعتك، لان بيبقى مكتوب في حياتك، في الكتاب بتاع حياتك من قبل ما انت تتولد، ان انت هيروح منك مبلغ فلاني في الوقت الفلاني، هيروح منك طاقة فلانية في الوقت الفلاني. مش انت اللي بتحدد هي هتروح لمين، لان على الجانب التاني بيبقى في شخص تاني في الحياة، بيبقى ربنا كاتب له ان هتجيله الطاقة الفلانية من الشخص الفلاني، الاهتمام هيجيله، اهتمام هيجيله، حب هيجيله، اي حاجة. ايا كان هم هيكملوا مع بعض الطريق ولا هيقفوا في النص ويقطعوا، يبقى هو شخص يستاهل لحد ما انتوا تقفوا في النص وتقطعوا. انت ممكن ربنا يجعلك انك سبب انك تصرف على شخص مبالغ كبيرة جدا، وفي الاخر ما تكملوش مع بعض او تحس ان هو ما يستاهلش. يعني انا بيقابلني ناس كتير بيقول لي انا صرفت عليها مبالغ قد كده وفي الاخر ما كملناش وطلعت كمان مش كويسة وما تستاهلش. فساعتها تأكد حاجتين. اول حاجه ان مفيش حاجه اسمها ما تستاهلش، لان ربنا هو بيحطك سبب في طريقها، عشان بتبقى هي محتاجه الشيء ده في الوقت ده. الشيء ده مش لازم فلوس، ممكن اهتمام، ممكن حب، ممكن طاقه، ممكن اي حاجه انت اديتها لحد في وقت معين بيبقى هو يستاهلها حتى لو ما كملتوش مع بعض. على الجانب التاني، لو انت افترضنا ان انت صرفت 100,000 جنيه مثلا على بنت فلانيه، تمام، تأكد ان انت كده كده لو انت ما كنتش صرفتها على البنت دي، تأكد ان كده كده الفلوس دي كانت هتطير من حياتك حتى لو البنت دي مش في حياتك. لان خلاص انت مكتوب لك ان في اليوم الفلاني، في الوقت الفلاني، هيطير منك 100,000 جنيه. حتى لو هما ما راحوش على البنت دي كانوا هيتسرقوا منك، لان هي بتبقى حاجة اسمها زي ان انت خلاص دي جت في ايدك بقت ملكك، فلوس جت في ايدك بقت ملكك، وبعد كده خرجت بقت في الهوا، خلاص ملناش دعوة بقى راحت مين، اتسرقت، اتصرفت على حد، حد خدها سلفة وما رجعهاش، اي حاجة. ملهاش علاقة الشخص اللي راحت له الفلوس دي تستاهل او ما تستاهلش، لان المغزى من الموضوع مش ان مين اللي ياخد الفلوس، المغزى ان انت كده كده مكتوب في حياتك ان المبلغ الفلاني في اليوم الفلاني مش هيبقى معاك، هو مش ملكك خلاص. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتتظلم، او الناس اللي ممكن تحس ان انت اتظلمت معاهم وخرجت طاقة وفي الاخر طاقتك دي راحت على الفاضي من اهتمام او حب او اي حاجة، فتأكد ان طاقتك دي مش بتروح على الفاضي، لان الشخص اللي مش كويس ده بيجيله حد مش كويس برضو بيسحب منه طاقة، زي ما ربنا بياخد لك حقك، يعني هيجيله شخص مناسب ليه هو كحد مش كويس، وهيحصل معاه نفس الكلام، ان هو هيقعد يحبه ويطلع له طاقه واهتمام وفي الاخر يسيبه ويمشي او يحصل اي حاجه. انت نفس الكلام برضو، كل حاجه بتعملها حلوه لاي شخص بترجع لك 10 اضعاف في الشخص الصح اللي هيجيلك ويبقى مناسب لحياتك. فانت باصص لدايره ضيقه قوي ومركز قوي في الحياه المسكينه بتاعتك، ان انا قدمت وعملت وطاقه وصرفت وحب واهتمام وفي الاخر طلع. لا، على فكره انت باصص لدايره ضيقه قوي، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. مش معنى كده بقى ان الناس تيجي تقول لي طب ما انا همشي بقى اقدم كل حاجه في حياتي بقى خلاص طالما مكتوب لي. لا، لازم ان انت لما تقع في اي مواقف خلاص انت اللي قدمته تمام، اللي هتقدمه ده بيبقى بناء على خبرات اللي انت قدمته، يعني خلاص انا هتعلم ان انا ما اقدمش حاجه لو الشخص ده انا مش شايفه مناسب. يبقى انت اصلا الحاجات اللي انت قدمتها انا بفكر بعد كده ان انا خلاص انا بفكر قبل ما اقدم حاجه، يبقى انا اتعلمت من المواقف القديمه. ودي بيبقى الاهداف اللي ربنا حطك فيها في مواقف عشان تتعلم منها، مش عشان تندم.